ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله ايه الاخبار؟ كله تمام. عايزين نسال شويه اسئله كده حلوه. قول لي يا باشا. اهلي ولا زمالك؟ اهلي. لحمه مش ولا متابع فراخ؟ قوي كوره بس اهلي. ماشي، لحمه تمام. ولا فراخ؟ لحمه جدا. ليه لحمه جدا؟ يعني الناس كلها انا بتحب بحب الفراخ. لا انا بحب اللحمه جدا باكل الاثنين بس انا بحب اللحمه جدا. ماشي، ايه اكتر حاجه يعني ايه اكتر اصوات بتضايقك عموما في الحياه؟ اكتر اصوات بتضايقني اي حاجه فيها يعني خربشه، اي حاجه فيها صوت زنه او صوت متكرر كتير ورا بعضه دي هات لي بتعمل لي كيس، مشكله. هات لي كيس صوت عشان أعمل لك. الانتظار بتاع العربيه بيعمل هات لي له كيس مشكله معلش كده اعمله يعني. كده. ليه طيب ليه قلبك ابيض يا احمد؟ طيب ما تقول لنا كده اكتر موقف محرج حصل لك في حياتك؟ اكتر موقف محرج حصل لي في حياتي، لا صدقني بحاول اوصل له، بس يمكن كنت رايح اقابل عميل وانا لسه ببدا في البيزنس يعني، وكنت ساعتها بشتغل لسه سيلز اوت دور، وكنت بروح للدكاتره بقى العيادات. فبعد ما دخلت على الدكتور استنيته ساعتين بره، وبعد ما دخلت عليه بقول له مساء الخير يا دكتور، انا عبد الله محمد شركه تو ميديا بنقدم سيرفيس تسويق وبتاع. قال انا كنت فاكرك من بتوع الادويه هتاخد دقيقتين وتمشي، انت شكلك هتقعد ترغي كتير، اطلع بره. ده كان اكتر موقف محرج اتعرضت له يعني. طيب لو صحيت من النوم في كده لقيت فجاه نفسك سبونج بوب، اول حاجه هتعملها ايه؟ سبونج بوب؟ اه. ايه ده؟ ما اعرفش ايه احلام العصر والاي اي دي؟ معلش لازم تجاوب لازم. اكيد هبقى عايز اتدلع، هروح لحماده هلال يغني لي. ماشي. يعني حاجه من باب الترفيه بقى. ماشي، لو كنت اكله كنت هتبقى ايه وليه؟ لو كنت اكله كنت هبقى ايه وليه؟ لو كنت اكله ممكن ملوخيه، يعني حبيبه المصريين والعرب، ويعني ناس كتير قوي بتحبها. او ان انا احب اكون اسماك، لان انا بديها قدرها كده، بشوف ان السمك حاجه ليها ايمج. طيب سؤال بقى بجد ويعني بعيد عن الهزار شويه، تمام. النجاح بيجي بعد تعب ولا قشطه؟ يعني ممكن الواحد يصحى الصبح يلاقي نفسه ناجح؟ لا بص، النجاح بيجي بعد تعب ده اكيد، ربنا قال لك اسعى عشان يكافئك ويوفقك عموما، فمفيش حد هينجح وهو قاعد في البيت. ولكن التوفيق او الحظ بيلعب لعبه كبيره جدا في فكره بقى الثراء او النجاح الكبير او النجاح الغير متوقع او الغير طبيعي. يعني انت ممكن تفضل تسعى طول عمرك وبتنجح نجاح طبيعي جدا، وبيجي لحد حته توفيق صغيره كده او ربنا بيشاور عليه، يعني باللغه العاميه بنقول ربنا شاور عليه، ده ساعتها بيروح في حته تانية، ده اكيد. ولكن مليون في المية السعي مهم. بس بصراحه مش لاقي اسئله اسالها تاني، بس انا قلت اهزر معاك شويه. عجبتني الفكره جدا، وان شاء الله نعملها بقى الفتره الجايه مع كل التيم بتاعنا ونبدا بيك. شكرا يا احمد.